إياك ثم إياك إنك تحط راسك على المخدة وتنام وإنت بتعرف إنه في واحد كمان حاط راسه على المخدة وبيقول حسبي الله بفلان قطع رزقي، حسبي الله بفلان خرب بيتي، حسبي الله بفلان نكد عيشتي، حسبي الله بفلان أساء، حسبي الله بفلان شوه سمعتي، حسبي الله في فلان شوه عرضي، حسبي الله بفلان ضر. إياك أن تبيت وأنت تعلم أن دمعة جارية على خد مظلوم وهو يقول في جوف الليل حسبي الله. يا صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السعادة والتفاؤل على أحلى أخوات في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحبكم من كل قلبي وتسلموا لي على وجودكم الحلو معايا ودعمكم ليا. ربنا يا رب يكبر بخاطركم يا رب. من سبع سما ما بتفرحوني بوجودكم الحلو معايا وانكم بتسألوا عليا وبتطمنوا عليا بكل خطواتي، وده كفاية بس دعواتكم ليا دي بالدنيا كلها عندي. أحلى رزق أنا أخدته في الدنيا دي هو حبكم الجميل ليا. ربنا يرضيكم ويفرح قلوبكم يا رب، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومفتري. وزي ما انتم شايفين كده انا الفيديو ده يعتبر كنت واخده منه فيديو كده شورتس منزله من كام يوم كده على القناه. بس كنت مأخره الفيديو ده شويه عشان يبقى نازل الحاجه يعني ايه في وقتها حلو يعني. زي ما انتم شايفين كده كنت خارجه مخنوقه ومتضايقه، قلت اما اروح اقف عند البحر نفسيتي ترتاح شويه عند الكورنيش. فمرضاش ادخل الحديقه من جوه، فضلت واقفه كده من بره اتفرج على البحر بقى والهدوء والحاجات دي كلها. يعني قعدت مع نفسي استريحت شوية وقمت رايحة ايه، آمم، قعدت كده مع نفسي يعني يعني اللي هو الواحد عايز يفضي دماغه شوية يعني بُصّي فنّطي بمخِّك كده عشان ترتاحي يعني، أو الواحد بيحب يفصل عشان يحس إن هو ارتاح شوية. بدل الكلام اللي ما لوش أي لازمة والعكننة والحاجات دي كلّها. عايزة أقول لكم أنا خرجت إن أنا أجيب مفارش لولادي. لفيت كتير بصراحة، الحاجات غالية نار يا بنات، يعني أقل مفرش ب1200 و1700 و1800. أنا بصراحة جِبت أرخص حاجة، مش هاكذب عليكم يعني وأقول لكم أنا جايبة حاجات واو يعني وكده. أنا جِبت يعني على فكرة الفلوس اللي أنا جِبت فيها ديًّا كان من ضمنها المفروض إني كنت أعمل بيها حاجات كتير. بس أنا قُلت بقى إيه، كان نِفْسي أوي يا بنات يكونوا مثلًا جايبة غُرف جديدة أفرشها جديد، يعني طول عمري ما بيصادفش معايا الموضوع ده خالص. فقُلت خلاص يعني هاعمل الموضوع ده والرزق على الله. ففعلًا اتشجعت ورُحت جِبت مفرش مفرش جِبته لعمرو ولسمسم. والله يا بنات أنا كان كل اللي في دماغي إن أنا أجيب حاجة رمادي تمشي مع لون الغرفة. وبعد ما جِبته وجِبت بتاع جنى اتفاجئت إن بتاع جنى زي بتاع عمرو، لإن جنى ما فيش سرير فرداني لازمًا الأطفال يبقى مِجوِز، يعني 2 مع بعض. فعشان جنى جِبت لها واحد كبير، يعني بتاع السرير كبير. بس بعد ما جِبته لقيته سبحان الله نفس اللون ألوانات عمرو. أنا كنت عايزة حاجات قالبة للرمادي يكون بكوفرتة. فجِبت بتاع السرير الكبير ده، يعني ينفع آخده للسرير بتاعي كمان، يعني أنا وجنى ممكن نبدِّل مع بعض. فالمهم جِبت ده لجنى ولقيت سبحان الله لمّا جيت لقيت الملايات شبه بعض و وكده يعني، ممكن آخده ليّا لإن ليه تكويتين، أمّا بتاع الأطفال بيبقى ليه تكوية واحدة. أمّا ده بتاعي بقى اخترت أذواق هادية كده، جِبت لونه off white أو لأ اللي هو اللون اللي هو كافيه، عشان يليق مع السرير بتاعي يعني وغرفة نومي وكده. فالكوفرتة بتاعتي كانت يعني حاجة أغلى شوية، يعني حركة 250 جنيه من بتاعة ولادي. عجبني كده شكله بعد ما جِبته واتفرّجت قُلت أرجّع بتاع ولادي وأجيب لهم خامات حلوة زي ديًّا. رجعت قُلت لأ. فأنا كان أمنية حياتي إن أنا أمّا أجيب غرفة جديدة لولادي أفرشها لهم جديد في جديد، سواء سجاد، سواء ستاير، سواء مفارش سرير، الحاجات دي كلّها. أنا كان نِفْسي والله بصراحة أعينهم لجنى يعني وكده. بس رجعت قُلت يالّا مش مشكلة، جهاز جنى هاجيب لها أغلى حاجة بإذن الله وكده. فهنا طبعًا الماركات باورّيكم. فكان بصراحة يعني كنت باكلّم واحدة معايا على التليفون قالت لي: "يا بنتي وفّري القرش ده، طبعًا أنتِ هتحتاجي للنقل وهتحتاجي حاجات كتير." بس أنا قُلت لها نِفْسي إن أنا أفرش إيه، يعني إيه، حاجات جديدة على سراير الولاد، ما يبقاش الأوضة جديدة ومفارش يعني كانت عندهم قبل كده.
فمش عارفة بقى أنا اتصرّفت صح والّا غلط، بس هو أثّر عليَّ فعلًا في المصاريف، بس عادي يعني اللي هو فاهمني إن ربنا إن شاء الله يعني بيعدّي الأمور. المهم لمّا روّحت طبعًا إيه، أنا كنت طبخت بس ما كناش أكلنا بصراحة، ما كانش حد له نِفْس، فلمّا روّحت حمّرت الفراخ، لإن طبعًا بقى لي كام يوم ما باكلش بروتين، وطبعًا ده مأثّر عليَّ جدًا، عملت كده لقمة على السريع وحمّرت الفراخ، وكنت سلقاها يعني قبل ما أخرج وكده، بس ما قدرتش إن أنا أكمّل وسِبتهم وقُمت رايحة ماشية. لمّا جيت بقى كمّلت أكلي وزي ما أنتم شايفين بقى كان عندي مكرونة سخّنتها وحطينا الأكل وأكلوا وكانت يعني يوم جميل. بُصّوا بقى، أنا يومها ما كنتش جاي لي نِفْس إن أنا أنام، وكنت يعني إيه، عقلي مشغول شوية، كل ما آجي أنام ألاقي حاجة دوشاني، والغسالة ديًّا بايظة خالص والصرف بتاعها يعني مش عايزة تصرف، وشِلت الوِش اللي فوق قبل كده، وشِلت الضهر ده وسلِّكتها برضه ما فيش فايدة. المرّة دي برضُك رجعت تاني، شِلت الحاجات من ورا تاني اللي هي فكّيت المسامير، ما كانش عندي مفك، قُمت رايحة عاملاه بسكينة، فكّيت المسامير وقُمت رايحة منضّفة الكاوتشة السمرا ديًّا، نضّفت الصرف اللي جاي من الحلة والصرف اللي جاي من النشّافة، هي غسيلها حلو، بس مش عارفة ليه بتتسد معايا كل كام يوم تلاقيها مسدودة، ونشّفت المَيّة حلو اللي كانت جاية عند السلوك عشان أمّا آجي أشغّل الكهربا، وعرفت إن أنا أصلّحها وكده. أنا عليّا كنت قُلت لأخويا بس يعني اللي هو يا بنات يعني بجد كتّر خير أي حد دلوقتي كل واحد مشغول في حاله. وعليّا إن أنا يعني أبعت حد يصلّح وكده، بس أنا باحب يا بنات أنا طبيعتي كده، أحب أعمل كل حاجة بإيدي، يعني أركّب أنبوبة، أصلّح حاجة، أشيل ده، أحُط ده، فاتعوّدت الحاجات دي بقت سهلة بالنسبة لي، أنتم فاهمينّي؟ والواحدة الشاطرة تعمل كده، تعتمد على نَفْسها بقى، ما تستناش ولا تتقّل على حد، وفي نَفْس الوقت ما يعني حاولي، إحنا كلّنا يعني أنا عندي جانا بنتي كل ما تيجي تعمل حاجة تقول لي: "صعبة، مش قادرة، مش عاملة." يا بنتي حاولي، يعني الواحد بيحاول يعني وكده. المهم خلاص أنا قُلت بقى أجرّب ومليت المَيّة وغسلت الحوض كويس أوي وعقّمته، وبعد كده حطيت كيس أوكسي ب10 جنيه والله ما عاد بيقضّي. وقُمت رايحة حاطة كده وقُمت رايحة مشغّلة وحطيت بقى الفوط ومَيّة سخنة، بقيت أملي من الحنفية مع الشطّاف، باحط الشطّاف هنا بيساعدني في المَيّة لحد ما باملي إيه جردل بجردل كده، ورُحت بقى جِبت شوية الملايات والفوط قُمت رايحة غاسلاهم. عايزة منكم دعوة حلوة وعايزة منكم لايكات، بأمانة عليكم حطّوا لي لايكات، أنا بصراحة والله العظيم يعني بالاقي المشاهدات حلوة والاقي اللايكات قليلة، طب وليه يعني مش هيخسرِك حاجة، حُطّي لي لايك. آمم تمام، فبدأت إن أنا أغسل كده الملايات وأغسل الحاجات دي كلّها عشان تبقى نضيفة وزي الفل. أنا باحب غسيل الغسالة دي أوي، يعني بصراحة غسيلها حلو أوي، وباحب أغسل فيها الكوتشيات، والله ما باغسل الكوتشيات فيها وباغسل فوط المطبخ، باعقّمها بعدها وباغسلها بالكلور وباغسلها بالخل وبانضّفها يعني ما تقلقوش. تمام، وبس كده يا بنات، عايزة أقول لكم الحاجات المتعلقة ورا الغسالة دي متعلقة على stand مش محطوطة كده بقى وخلاص. آمم وغسلت التويلت بس ما رضيتش أجيبه بقى معاكم وكده يعني، وربنا يحل أيامكم يا رب اللهم آمين، ويفتحها عليكم كلكم وأي حد نِفْسه في حاجة يعملها بإذن الله. عايزة أقول لكم أنا بقى بازوّد المَيّة أهوًا كل ما الجردل بيتملى بازوّد مَيّة، وطبعًا الغسيل ما بياخدش أي وقت يعني باخلّيه ياخد مرتين، يعني تفصل أقوم رايحة مشغّلاها تاني وبعد كده باقوم واخداه بقى مشطّفة بقى إيه، أو إمّا أفضّي المَيّة بتاعة الغسيل دي وأشطّف الهدوم فيها، أخلّيها تلِف بس بدون Ariel يعني تشطّف الهدوم بمَيّة نضيفة. بعد كده زي ما أنتم شايفين ولادي ما عادش عايزين الأكل بتاع الغدا، دي وقت العشا يعني، بتوع الغدا طبعًا خلاص حطّيناهم وعِنّاهم، وبعد كده زي ما أنتم شايفين كان عندي جبنة قريش هابدأ آكلها بالمعلقة كده، وهنا ولادي جابوا فطير، وكان عندهم الجبنة اللي هي البراميل دي وعسل، وقعدوا أكلوا إيه بجبنة وعسل يعني وكده. فزي ما أنتم شايفين كده واتعشوا زي الفل. تعالوا بقى ده تاني يوم بقى، خلاص الحاجة راحت، الفيديو اللي فات اللي نزل لكم ده يوم تاني خالص، يوم تاني خالص، حتى الطرحة هتلاقوها غير الطرحة الأولانية. المهم ده يوم تاني بقى خالص، أنا قُلت بقى يا بنات إن أنا عايزة أجيب سجاد، بس بصراحة الظروف مش سامحة، فقُمت رايحة قُمت قايلة إيه: "يا بت إيه أنتِ عندِك 2 كفرات سجاد." وده اللي باقول لكم عليه، ما حدش يضغط نفسه ولا ييأس نفسه، أنا عندي كفرات سجاد، قُلت آخدهم، أنا كان نفسي أجيب لولادي بديل السجاد أوي، بس يالّا الحمد لله، إن شاء الله الأيام الجاية ربنا يفرجها وأجيب. فقُمت رايحة قُمت قايلة أنا عندي كوز الكفرات دول، آمم يعني هم مش خسارة، لإن أنا مش باعملهم كتير، لإنهم بيتحطّوا كده تحت الرجلين، هاخدهم أقصّهم نُصّين وأروح بدل ما أجيب سجادة للطرقة،
لإن طبعًا السجاد غالي والبديل السجاد غالي، قُمت رايحة قُلت أمّا آخُد دي أقصّها أروح عند الراجل اللي بتاع السجاد يقصّها لي 2 ويسرفلها وأحطّها فين يا بنات، أحطّها في الطرقة اللي مودية للغرف في الشقة هناك، والسجادة الشاج اللي هي الرصاص الفاتح دي هاخدها أحطّها في أوض الولاد، أو أحطّها في أوضتي واشتري للولاد سجاد جديد عشان يبقى أوضهم جديدة من كُلّه بإذن الله. يعني لو لقيتوا الفيديوهات الجاية نزلت من غير يعني إن أنا كده، يعني مع الوقت إن شاء الله هاشتري لهم، أنتم فاهمينّي؟ عشان ما حدش يقعد يقول لي سايبة كده والّا جايبة كده. المهم أمّا السجادة اللي أنا طوّيتها وحطيتها في جنب دي خسارة إن أنا أقصّها، لإن أنا باحبها أوي. ناس كتير ما بتحبش السجاد البديل السجاد اللي هو الشاك ده، بس أنا جايباهم من زمان، أنا باحبهم سبحان الله. يعني في ناس تقول لِك لأ بالزق فيهم الرز وبالزق فيهم التراب، لأ أنا باحبهم بصراحة بانفّضها على ضهرها. اللي معايا دي على فكرة كانت الأصلية بس ضهرها اتاكل وأنا باحبها، بس أنا قُلت يا بنتي هي يعني طولها زي عرضها مربّعة يعني، هاستفيد بيها بغرف ولادي وشكلها تبقى شيك كده في الغرف وحلوة، لو ما حطيتهاش لولادي هاحطها في غرفتي أنا وأبقى أشتري لولادي، أنتِ فاهمين قصدي يعني؟ يعني أنا باحاول إن أنا أدبّر، يعني الحمد لله عشان برضُك إيه أعرف أمشّي أموري وظروفي يعني. جِبت لهم مفارش جديدة، يعني أمشّي بقى ده لحد ما ربنا يكرمني أقوم رايحة جايبة لهم إيه سجّاد جديد، عشان يبقى الأوضة كلّها جديد في جديد. وده طبعًا ده كان حلم عمري إن أنا لمّا أجيب لهم غرف جديدة أفرشها كلّه جديد في جديد، مش عشان زي حد والله ولا زي اليوتيوبرات دول حقّهم عليَّ، أو مثلًا حق نَفْسي عليَّ أو نِفْسي أرضى بكده، يعني اللي هو عايزة كلّه جديد في جديد، ما ادخّلش الغرفة حاجة قديمة، أنتم فاهمين قصدي والّا أنا غلطانة؟ المهم أنا مش عارفة أنا باتكلّم معاكم بطبيعتي يعني عشان إيه، مش عارفة يمكن كلامي اتلخبط والّا حاجة وتفهموني غلط. المهم يا بنات صوّرت لكم المنظر كده وإحنا رايحين خلاص الشقة. الفيديو ده زي ما قُلت لكم معمول على مرّتين، مرّة في أيام وبعد كده جمّعت لكم المقاطع دي. بعد كده زي ما أنتم شايفين رُحنا الشقة هناك بعد النقل، الفيديو بتاع النقل هينزل لكم يعني. آآ رُحت بقى اشتريت الستارة دي، تقريبًا كانت الستارة باين ب200 جايبة أرخص حاجة. الستارة دي والله العظيم أول ما طلع كنت جايباها ب80 جنيه، دلوقتي بقت ب240. فكنت عايزة لون الكافيه وجبت جوز الشمعات دول لجنى، الواحدة ب20 جنيه فيها 6، وجبت الستارة دي ب240. في طبعًا ستاير ب280 وفي ب320. أنا لأ، أنا جِبت أرخص حاجة. أنا بصراحة كنت شايفاها في المحل لونها فاتح، لمّا جيت لقيتها لونها غامق، إزاي ما أعرفش. يعني أنا قُلت له: "أنا عايزة اللون اللي هو البيج اللي هو الكافيه، بحيث لمّا أعلّقها تبقى لون الدولاب والسرير." لمّا جيت لقيتها غامقة، قولوا لي بقى لونها حلو والّا أرجّعها وأجيب الفاتحة عنها. وجِبت المقص ده لإن المقص اللي عندي في الشقة مش حلو، قُلت أمّا أجيب ده يبقى هناك. المقص ده كان ب50 جنيه، أنا باحب أجيب المقص اللي إيده آآ منّه فيه، يعني حديد منّه فيه، يعني الحديد ماشي لحد الإيد. تمام، جِبت ده ب50. ولقيت برضُك sticker ده قُلت عجبني أوي، قُلت شكله جميل أوي، قُلت أمّا أجيبه أبقى أحطه كده كديكور كده حوالين البوتاجاز أو أحطه على التلاجة زي مغناطيس كده، بس هو ما لوش مغناطيس، هو بيتلزق كده بأي شمع والّا حاجة. تمام، دي كانت ب20 جنيه. أنا باحب المشتريات بس ما عادش باشتري إلا الحاجات اللي لها فايدة والله. آآ هنا بقى لقيت شوية هوا حلوين، قُمت واقفة في البلكونة شوية أتفرّج كده، أنا باحب الخضرة أوي، باحب الأماكن اللي فيها خضرة وكده. وربنا يا رب يسعد كل الناس ويهوّن على كل الناس حياتهم يا رب اللهم آمين، ويعطي كل مشتاق اللي نِفْسه فيه يا رب، واللي نِفْسه في ذرية صالحة ربنا يدّي له ويسعد قلوبكم وينجّح ولادكم يا رب. بنطلب مني كتير، ناس كتير الامتحانات بقى والحاجات دي كلّها ربنا ينجّح قلوبكم يا رب، ولا يخسّركم أبدًا ولا يخسّر تعبكم أبدًا يا رب اللهم آمين. أشوفكم على خير.